عارفين ايه هي اساسيات النظافه؟ اساسيات النظافه ديت حاجات بسيطه جدا، وهي مش عايزه اقول لك مش هتكلفك حاجه والله. مش برش المعطر، ومش بتشغيل البخور، ومش برش البرفانات خالص والله العظيم. في ناس تخش شقتها بتشم ريحه النظافه في شقتها، في ريحه نظافه في الشقه. كمل الفيديو معايا الاخر واعملوا متابعه للقناه ودوسوا لايك، ربنا يكبر بخاطرك يلا هتعمل متابعه للقناه. اساس النظافه في الشقه التهويه، ده رقم واحد والاساس التهويه. هو شقتك كل يوم، هو شقتك في الصيف وفي الشتاء. الدنيا بره بتمطر وانت افتحي شباكك، الدنيا بره حر وانت فاتحه شباكك. افتحيه ساعه، افتحي ساعتين في اليوم، افتحيه على قد ما تقدري او على قد ما يعني ما وقتك هيسمح لك. ممكن مثلا تكوني انت مثلا بتشتغلي بالليل مثلا وعلى تيجي الصبح بيبقى الظهر قرب جدا او كده، افتحيه الظهر. افتحي، المهم انت تغيري جو شقتك. ما تقوميش وتسيبي الشقه 3 4 5 ايام مقفوله والبيبان متقفله والشبابيك متقفله، ده جو عيانين. ده جو بيطلع يعني انت كشخص ساكن في البيت صدقيني انت بتشميش الريحه. اللي الطرف الغريب عن البيت هو اللي بيشم الريحه بتاعت البيت. حتى لو عيالك جايين من بره مش هيشموا ريحه انهم اتعودين عليها، مش هياخدوا بالهم منها. ومش معنى كده انت مثلا بترشي معطر او بترشي برفان او مولعه عود بخور ان الريحه كده راحت، لا يا حبيبتي. تبقى عامله معاها سوري يعني زي الواحد او الواحده اللي ما بيستحماش وبيرش برفان، بيبقى معروف والريحه بتبان. في نسبه ريحه برفان، بس في نسبه ريحه وحشه برضه، تبقى عارفه ان هو من جوه مش نظيف بس مغطي على الريحه بريحه البرفان. لا، انت بس هوي شقتك كويس ورش رشه برفان، رشه معطر او عود بخور من ابو 2 جنيه ده بس، هيفرق معاكي والله العظيم. تاني حاجة الحمام بتاعك. الحمام بتاعك دايما عندك كلور، عندك ديتول، حليه كده في ازايز، في ازازه كده من اللي هي البخاخه دي وحطيها في الحمام. ابنك بنتك جوزك الكلام ده بيمشي على الكل. مش معنى مثلا ان انا جوزي لا مفيش حاجه كده، انت دخلت الحمام خلصت حمامك تدلق كلور او تدلق تدلق بتاع ديتول، تدلق اللي انت تدلقه. المهم الكلام على الكل، ولد بنت كبيره صغيره ايا كان اللي بيحصل، لازما تدلق لما تخرج من حمامك تدلق حاجه على القعده وتشد السيفون وتبقى عارف انت داخل ازاي. ما هيش مراحيض عامه هنا. تالت حاجه حاولي بقدر الامكان ما تنشريش غسيل في البيت. ناس كتير هتقول لي بس انا ما عنديش منشر. حبيبتي شباك اعملي فيه منشر، إيه بلكونه صغيره اعملي فيها منشر. حطي منشرك يعني لو انت في بيت عيله حطيه مثلا قدام باب الشقه شويه كده يحس ان هو يشم الهواء، لان البخار ده بيعمل ريحه عطانه في الشقه والله. انت ما بتبقيش شماها بس غيرك بيشمها، والتهويه حلوه جدا لللبس. رابع حاجة، رابع حاجة، ما تسيبيش الزبالة بتاعة المطبخ تبات في الشقة لأي سبب من الأسباب. كل يوم خرجي شقتك في باسكت بره عام قدام باب الشارع بتاعنا، قدام تحت خالص في البيت من تحت أيا كان، في باسكت كبير. كل يوم بدل ما نخلص آخر يوم ونخلصنا طبيخ وخلصنا أكل وخلصنا غريف وكله، بقوم شايلة الكيس بتاعي ونازلة تحت رمياه بحيث إن هو ما يباتش في الشقة، عشان بيخلي ريحة الشقة معلش في الكلمة زي الزفت. ما تبيتوهوش في الشقة لأي سبب. في عظم وفي بصل وفي توم وفي مخافي كان أعظم. آخر حاجة المطبخ، حاولي بقدر الإمكان ما تبيتيش مواعين في المطبخ، خصوصا لو مواعين بقى مكان محشي ومكان سمك. يعني ممكن مثلا طبقين مثلا ده كان مثلا بطاطس محمرة ممكن يعني إيه أتلاشاهم وأسيبهم. ده مثلا مكان فاكهة قطعتها تفاحة أو حاجة عادي ده ممكن أسيبه. يعني مثلا إيه مش قادرة مثلا أعمله، إنما مثلا حلل المحشي بقى وطبيخ وتقلية وسمك، ما كنت قالية سمك وسايبة الدنيا معجنة أبدا أبدا، هيخلي ريحة شقتك ولا والله العظيم ولا تحت السلم. فيعني ديت أهم من أهم أي حاجة، دي أساسيات النظافة يا جماعة والله.